السلام عليكم الأحباب، إن شاء الله كامل تكونوا ملاح وبخير عليكم. تحية كبيرة من عند أمكم جدة آمين. رمضان راه جاي وجبت لكم هذه التحلية تحمر لك وجهك قدام ضيافك، سميها كيكة ولا إنتاخت كما بغيتي سميها، توجديها للسهرة تاع رمضان. شنقول لك بنينة بنينة وفيها 3 أذواق، كل ذوق يقول للذوق الآخر بعد أنا خير منك. وقدام لا نبداو الفيديو نصلوا ونسلموا على الحبيب مصطفى عليه ألف صلاة وسلام. والمقادير عندي 5 مغارف كبار تاع سكر، 6 مغارف كبار تاع زيت، و6 مغارف كبار تاع عصير التشينا اللي راني مصفيتها، وعندي 2 حبات بيض، وواحدة تاع لاليفيغ وواحدة تاع لافاني. بسم الله. هنا في الغرفية ندير 2 حبات تاع بيض. ولي وصلت هنا وعجبها الفيديو ما تنساوش تبارطاجوه مع الأحباب والأصدقاء، ربي يعطيكم ما تتمناو. ونزيد الرشة تاع الملح، ونزيد واحدة تاع لاليفيغ، و5 مغارف كبار تاع سكر، ونخلط غير بالخلاط اليدوي حتى اللي يذوب لي السكر. لكن نزيد 6 مغارف تاع زيت، دير غير بشويه ونخلط حتى اللي يدخل لي الزيت كاع في الخليط. ونزيد ثاني 6 مغارف كبار تاع عصير التشينا اللي راني مصفيتها ونخلط. وهنا عندي كاس مقلوع منها صباع تاع فرينه، ونزيد كيس تاع خميرة الحلوى ب10 غرام، ونخلط حتى اللي تدخل لي الفرينه كاع في الخليط. نتحصل على خليط كيما تاع المسكوتشو، ما هو خفيف خفيف ما هو ثقيل. لكن نجيب السني تاعي اللي يتحل كما راكم تشوفوا، راني دهنته بالزبده ورشه عليه الفرينه. نفرغ الخليط تاعي وراني شاعله كوشتي، نطيبه من تحت ونزيد نشعل عليه من الفوق. وها هي الكيكه تاعي ولا المسكوتشو بعد اللي طابت. درك نشربها بالعصير تاع التشينا ونخليها تبرد مليح. وذاك نخدموا الكريمه اللي نديروها فوق الكيكه طبقه الزوجه. هنا عندي نص لتر تاع حليب، نزيد عليها 3 مغارف كبار بومبي تاع مايزينا ولا نقولوا نشا، ونزيد ثاني 3 مغارف كبار تاع سكر حبيبات، ونزيد واحدة تاع لافاني ونخلط على البارد. ونديهم فوق النار، من بعدش من عند النار وانا نخلط حتى اللي تثقل لي الكريمه تاعي. بعد اللي ثقالت الكريمه تاعي نفرغها فوق الكيكه تاعي راهي بارده، ونخلي هذه الطبقه حتى اللي تتماسك لي. نخدموا الطبقه الزوجه. هذه الطبقه الثالثه عندي هنا نص لتر تاع عصير التشينا اللي راني مصفيتها، وعندي هنا واحده فلون بذوق اللافاني، هذا الفلون قابسه صغيره اللي تجي في نص لتر. وعندي هنايا 2 مغارف تاع مايزينا ولا نقولوا نشا، و2 مغارف تاع سكر حبيبات، ونخلطوها على البارد. خلطي مليح حتى يذوب لك السكر والفلون، ونديها فوق النار ونقعد نخلط من بعدش من عند النار حتى اللي يثقل لي الخليط. وتكون هذيك الطبقه الزوجه بردت، نفرغ عليها هذه الطبقه الثالثه ونخليها ثاني هي تبرد. بعد اللي بردت وتماسكت زينتها على هذه الطريقه، وكل واحده والتزيين تاعها. وبلا ما ننسى نشكر حبيبتي الغاليه متتبعه وفيه من حليت قناتي وهي معايا، اللي كتبت لي ذاك التعليق من
المكة المكرمة، أختي الغالية، أختي في الله نجمة، نقولها تستاهلي الحج وتستاهلي العمرة، وربي يحفظك وربي يسترك والله يكمل لك ما راكي متمنية انتي وعائلتك، ونشكرك بالبزاف والله لا تستاهلي العمرة، ونقول لك عقوبة للحج، وله لا يحرم مؤمن من العمرة ولا الحج. ورانا مع نهاية الفيديو، نقولكم إن شاء الله يكون عجبكم، ومع فيديو جديد إن شاء الله، وبالصحة والراحة، ومع السلامة يا حبايب قلبي. شوفوا كي جات التحلية.